شروط الأضحية كما قال أهل العلم 4. شروط الأضحية 4. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام 3: إبل، بقر، غنم. والغنم بنوعيها: الضأن والماعز. الماعز اللي هي التيس والصخلة، والضأن اللي هي الخروف والنعجة، والإبل البعير والناقة، والبقر الثور والبقرة. فهذه هي التي يضحى فيها، إذا لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة، لها سن معتبرة اللي هي الجذعة. بالنسبة للإبل أقل شيء يضحي فيه 5 سنوات، 4 سنين ليست أضحية، يعني بحوار ولا شيء ما هي أضحية لازم 5 سنين فما فوق عمر الناقة أو البعير. وبالنسبة للبقر أقل شيء 2 عمرها، البقرة أو العجل، المهم من 2 فما فوق، ما يجوز أقل من 2 ما تجزئ أضحية. بالنسبة للغنم فيها تفصيل، إذا كان من الضأن من يعني خروف أو نعجة أقل شيء 6 أشهر، إذا كان من الماعز صخلة أو تيس أقل شيء 1 سنة. هذه السن المعتبرة بالنسبة للأضحية. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب. وإذا قال نفسه 4 لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة، والتي لا الهزيلة التي لا تنقي. هذه 4 أنواع لا تجزئ. العوراء ما يصير واحد يضحي فيها، والعمية من باب أولى، والعرجاء لا تجزئ، والمكسورة رجلها أو يدها من باب أولى، والهزيلة ضعيفة النحيفة جدا لا تجزئ، والمريضة لا تجزئ. أما غيرها من العيوب: مكسور القرن، أذنها مقصوصة، ذيلها مقطوع، الشفل مقصوص، الشفة فيها كذا، الأسنان طايحة، أي عيب غير هذه العيوب تعرج عرج يسير، يعني مو عرجاء تهجع مثل ما يقولون شوي بسيط، هذا كله تجزئ إن شاء الله. وكلما كانت أكمل كلما كانت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن صلى الله عليه وسلم، يعني كلما كانت أسمن وأكبر وهذا كانت أفضل، لكن لا يجب، ومو بالضروري تكون عربي، نعيمي، نجدي، صومالي، يسمونه بعد سواكني، استرالي، شفالي، مهجن، أي شيء، المهم إنه خروف زين، أو تيس، أو صخلة، أو نعجة، أو بقرة، أو إبل. يعني لا، بعض الناس يظن ما لازم عربي، لا مو صحيح، حتى لو استرالي يجزئ، حتى لو شفالي، أي نوع من أنواع الغنم يجزئ إن شاء الله، وكذلك الإبل وكذلك البقر. فالقصد أنه لابد أن إذا يكون من بهيمة الأنعام السن المعتبرة، أن يكون سالما من العيوب. الشرط الرابع أن يكون وقت الذبح. وقت الذبح سيأتينا إن شاء الله أنه بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، نعم، ما يذبح قبل صلاة العيد. فمن ذبح قبل صلاة العيد لحم قدمه لأهله. اللي يذبح الأضحية قبل صلاة العيد هو لحم قدمه لأهله، ليست أضحية. الأضحية لازم تكون بعد صلاة العيد، نعم.